السلام عليكم. الفكرة بتاعت الفيديو ده ان شاء الله تكون واضحة لو فهمت الفكرة بتاعت الفيديو اللي فات او لو فهمت الكود، فاحنا بنتكلم عن نفس الكونسبت تقريبا. طيب، الفكرة بتاعت الفيديو ده احنا برضو بنحل فيها مشكلة كالعادة. ايه الفكرة؟ الاليمنت اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي الكلام لازق هنا، لازق هنا بالظبط، ده مدي شكل وحش قوي للعنصر. ايه اللي احنا عايزين نعمله؟ بكل بساطة نخلي الكلام مثلا يجي هنا، بحيث ان هو يبقى باين، الشكل الاخضر ده يبقى باين، يبقى عامل لنا باك جراوند شكلها حلو. دي بنستخدم فيها حاجه اسمها بادنج. لو بدلت البادنج بالمارجن يبقى انت كده خلاص خلصت الكود، يبقى الدرس بالنسبه لك خلص، لان تقريبا كل اللي اتكلمنا فيه في المارجن او الافكار اللي اتكلمنا فيها في المارجن هي اللي موجوده هنا. قبل ما اشرح البادنج واشرح ازاي بنكتب الكود بتاعه، انا هنا في الباراجراف ده انا عايز اشرح حاجه نسيت اشرحها في المارجن، وهي ان انت ممكن تدي مارجن بالسالب. يعني لو رحت هنا قلت له مارجن توب، يعني خلينا نقول سالب 20 بكسل، زي ما انتم شايفين هو طلع لفوق، خلينا نقول سالب 120 بكسل. المارجن لما بقول له مارجن توب، انا عندي عنصرين، بقول له مارجن توب فهينزل، هيبقى العنصر نفسه اللي هينزل. مارجن توب 50 هينزل، مارجن توب 100 هينزل. هو بيعمل مسافه ما بينه وما بين العنصر اللي فوقيه. لكن اللي احنا بنعمله في المارجن سالب، ان انا بقول له مارجن توب مثلا سالب 10 هيطلع، مارجن توب سالب 50 هيطلع. فده اللي بيحصل دلوقتي. يعني حتى بص ممكن نطبق فكره، يعني مش عارف، خلينا نشوفها. مارجن مثلا ليفت، اقول له مارجن ليفت كمان اديني 50 بكسل. 50 بكسل معذره، مش 50%، خلينا نقول 150 بكسل. فزي ما انتم شايفين هو هنا دمج العنصرين ببعض. هو طبعا في كلام عن فكره اللون مين اللي ظهر، دمج العنصرين ببعض، دي ممكن تعمل بيها افكار، بس انا حبيت بس ان انا اشرح فكره المارجن. درس النهارده هو البادنج، خلونا نتكلم فيه. همسح الباراجراف علشان نركز بس في الحاجه اللي احنا بنتكلم فيها. طيب، البادنج ببساطه زي ما انتم شايفين المارجن، البادنج ليه 4 قيم. بادنج توب هقول له 20 بكسل، وبادنج رايت هقول له 10 بكسل مثلا، وبادنج ليفت هقول له خلينا نقول بوتون علشان يبقى بنفس الترتيب، بوتوم 20 بكسل، وبادنج ليفت 10 بكسل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلينا نحط كلام كتير. انا هنا لو كتبت لوريم فهو بيحط فيك تكست طويل كده، وهاخده واحطه في الاسبان التاني. طيب زي ما انتم شايفين هنا هو خلاص يعني الشكل اتحرك فبقى شكلها احسن. طيب احنا ممكن نعمل اكتر هتبان بشكل افضل، ولو ان انا يهمني الفكره نفسها، فكره الشكل او كده دلوقتي مش مهمه قوي. يعني خلينا نوحدهم كلهم 40 زي ما انتم شايفين بالشكل ده. سيبنا مسافه ما بين المحتوى وما بين البيرنت نفسه. بقى في هنا عندنا بادنج بالشكل ده. ايه الكود بكل بساطه بيعمل ايه؟ التوب من فوق طبعا هنا الكود واضح، توب رايت بوتوم ليفت. خلونا بقى نطبق الفكره بتاعه المارجن. هنروح شايلين كل الكلام ده واجي اقول له بادنج شورت هاند كود. هقول له بادنج 40 من فوق، 20 من على اليمين، 40 من تحت، و20 من على الشمال. طيب كده اللي احنا عملناه ايه بالشورت هاند كود ده؟ ال40 انا عملت هنا من فوق بادنج 40. طيب ال20 من على اليمين هنا. طيب ال40 التانية من تحت، وال20 الأخيرة من على الشمال. توب رايت بوتوم ليفت. طيب في نفس الفكرة التانية، ان احنا لو حطينا قيمتين بس، يعني ال40 وال20 يبقى 40 من فوق و20 من تحت. حطينا 3 قيم، يبقى 40 من فوق، 20 من على اليمين والشمال، 40 من فوق، 20 من على اليمين والشمال، 40 من تحت. مظبوط. طيب حاجه كمان في فكره الكونسول، انا مش عارف انا ليه قفلت الفيجوال ستوديو كود، الحماس خدني. حاجه كمان في فكره التولز دي، ان احنا نقدر منها ان احنا نعدل في الكود. ف هو انا علشان الفيجوال ستوديو كود علشان قفلته، نفتح اللايف سيرفر تاني. هنا هوم. طيب حاجه كمان هنا ان احنا نقدر ان احنا نعدل في الكود لايف، وبرضه بنشوف البادنج. يعني لو رحنا هنا البوكس احنا بقينا شايفين فيه المارجن بتاعنا، بقينا شايفين فيه البادنج بتاعنا، ونقدر ان احنا نعدل على القيم هنا بحيث ان احنا نوصل للشكل اللي احنا عايزينه. يعني اللون مش عاجبني، ممكن من هنا اختار هيكساديسيمال زي ما انتم شايفين، اختار اللون اللي انا عايزه. او لو دوست هنا هيديني اوبشنز لل HSL او لل RGB، حاجات مختلفه تقدر انت تتعامل معاها.
او اقدر اقول له مثلا ان الهايت مش عاجبني، فاروح اجرب مثلا 500 بكسل، الاقي 500 بكسل شكله كويس. او اقول مثلا ان المارجن، لا المارجن كتير قوي، فابدا ان انا اقلل القيم فبيوريها لي اول باول. فمن هنا انت ممكن تستفاد حاجات كتيره جدا، تشوف الكود بتاعك، تجرب لحد ما توصل للنتيجه اللي انت عايزها، تتاكد ان المارجن بتاعك مقري وان هو شغال بشكل كويس. او البادنج كمان زي ما قلنا هو هنا، يعني هو بيجيب برضو البادنج. يا رب الفكره بتاعت الفيديو تكون واضحه، ودي كانت فكره البادنج بكل بساطه، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.